اسمي بهية. عمري وصل ل45 سنة، بس لسه قلبي ما شافش الفرحة بجد. حكايتي مش زي حكايات أي بنت تاني. كنت البنت الوحيدة في عيلة على قد حالها، عايشين في بيت بسيط، 3 أوضة وصالة ضيقة، بس كان مليان بالدفى. أبويا الله يرحمه كان زارع فيها جنينة صغيرة بيحبها أكتر من روحه. أمي كانت ست طيبة، بس إيدها في الطبيخ متبهدلة خالص، بس كنا بناكل وراضيين. الناس من صغري كانت تقول بهية دي عقلها ثابت، سنها ب20 سنة، وما كانوش بيجاملوا. كنت بحس بكل حاجة بعمق، الفرح، الحزن، الخوف، وحتى مسؤولية البيت. ولما كملت 32 سنة الدنيا اتشقلبت. أبويا مات فجأة من غير أي إنذار، كان بالنسبة لي ظهري وسندي. ولما وقع حسيت إني واقفة في نص عاصفة لوحدي. بعدها أمي دخلت في دوامة المرض، ضغط وسكر وأعصابها سايبة خالص، ما بقيتش قادرة تقوم بخدمة نفسها. لقيت نفسي قدام طريقين، يا إما أكمل حياتي وأسيب اللي فات ورا ظهري، يا إما أقف جنب الإنسانة الوحيدة اللي ربتني وشالتني سنين. ما فكرتش لحظة، اخترت أكون بنتها قبل ما أكون عروسة في عيون الرجالة. أي عريس كان يجي كان ليا شرط واحد، إن أمي تعيش معانا في بيتي. الناس ما استوعبتش، شافوا الشرط ده تقيل، وبدأت الزيارات تقل والخطوبة تختفي حتة حتة. السنين كانت بتاكل في عمري، وأنا عيني على أمي، مرة في المستشفى ومرة في البيت. كنت بسمع أنينها بالليل وقلبي بيتقطع عليها، بس كانت تقولي أنتي الحياة يا بنتي. صحابي اتجوزوا وخلفوا وبيتكلموا عن فستان الفرح الأبيض، وأنا كنت بقول مش وقته. كل ما كنت بقفل باب الحب كنت بفتح باب الرضا وباب السما بالدعاء. كنت بطلب من ربنا بس الصبر والقوة، وكنت مؤمنة إن الفرح هتيجي في ميعادها. بس محدش بيقدر يهرب من اللحظة اللي الدنيا بتكسره فيها بجد. الصبح كان برد وسكات، وأمي ماتت اليوم ده. وقفت في نص الأوضة وعيطت زي ما عمري ما عيطت قبل كده. بقيت لوحدي، لا أب ولا أم، البيت حسيته تلاجة فاضية، ميت. من اليوم ده أنا اتغيرت، مش ضعفت، لأ، بس بردت. عيني ما بقتش بتلمع، وقلبي ما بقاش فيه نار الأمل. بقيت بقول لنفسي إيه اللي باقي ليا في الدنيا دي؟ عدت شهور على وفاة أمي وأنا لسه عايشة في بيتنا القديم. كل ركن فيه ريحتها، مخدتها، السجادة اللي كانت بتقعد عليها، حتى كوبايات الدواء في المطبخ، كل حاجة زي ما هي. قلبي مسامحليش أغير حاجة. كنت بخرج أشتغل وارجع أقفل على نفسي الباب واسكت. الجيران لاحظوا إني بقيت صامتة، ما بضحكش، محدش بقى يفتح معايا سيرة جواز ولا مستقبل. كلهم عارفين إني بهية اللي ضحت بقت دلوقتي بلا سند، ولا أم ولا حتى حلم. وفي يوم وأنا راجعة من الشغل لقيت مرات عمي مستنياني في الشارع. قالكي في واحد اسمه شيخ العرب سليم جاي يسأل عليكي وعايز يتعرف. اتصدمت، ازاي ولي دلوقتي بعد ما أمي ماتت؟ سألتها رأيك فيه؟ ضحكت وقالت ده مش من هنا، عايش في بلد تانية بيدور على بنت عارفة يعني ايه مسؤولية وحياة، مش جواز وفسح. ما كنتش متحمسة، بس بعد كام يوم قلت. بدأ كلامه وقال يا بهية، أنا مش بدور على جواز تسلية، أنا عايز ست تكون ناضجة وواعية، تكون صاحبتي ومراتي في نفس الوقت. صرخت وشدتني. قال كمان سمعت عنك من ناس قالوا إن بهية ضحت بمستقبلها عشان أمها، وأنا مؤمن إن الست اللي بتوفي لأهلها هتوفي لجوزها. كلماته كسرتني، بكيت لأول مرة أحس إن حد فهمني بجد، شافني إنسانة ليها قيمة، مش واحدة فاتها القطر. عرفت منه إنه مطلق وعنده ولدين عايشين مع أمهم، بس هو راجل بيحب الهدوء والاستقرار وعايز يبدأ حياة جديدة. اطمنت له، وعدت الأيام لحد ما جه وخطبني رسمي. الخطوبة كانت بسيطة بس كلها نية صافية. فرحت بصدق، حسيت إن قلبي بيرجع يدق، بس كان جوايا رهبة من المجهول. لبست فستان أبيض بسيط، كنت بتمنى أمي تكون معايا، تضحك لي وتقول حقك تفرحي يا بنتي. بعد الفرح ركبنا العربية ساكتين، هو بيبصلي وأنا مكسوفة. وصلنا الشقة، نورها هادي وريحتها حلوة. قال لي خدي راحتك، دي دارك ومرحب بيكي يا بهية. ضحكت بخفة وقلت الله يبارك فيكي. دخلت أغسل وشي، أبيص في المراية وأقول لنفسي أنا بهية اللي كانت عايشة لأمي.
دلوقتي ست متجوزة وهبدأ صفحة جديدة. رجعت لقيته بيشرب شاي وقال بهدوء: مش مستعجل على حاجة، خدي وقتك وراحتك كلها معاكي. الكلمة دي ريحت قلبي، ما ضغطش عليا، بالعكس حضرني بالهدوء والصبر. قال: أنا مستعد استنى سنة لحد ما ترتاحي. دموعي نزلت، بس دي كانت دموع أمان. ولما قرب مني كل حاجة كانت بالراحة. الصبح صحيت على ريحة القهوة، لقيته بيقول: صباح الخير يا بهية، النهاردة بداية جديدة. ضحكت وحسيت بدفى. من يومها بقينا بنتكلم كتير عن حياتنا وماضينا ومستقبلنا. كان بيحترمني وبيسمعني وبيقول لي: اوعي تعملي حاجة انتي مش عايزاها. بقى صاحبي وسندي قبل ما يكون جوزي. اتعلمت ان الصراحة والاحترام هما العمود الفقري لأي علاقة. بينا بقى في تفاهم وصدق، حتى لما الصعوبات تيجي بنعديها مع بعض بإيد في إيد. شيخ العرب بقى مهتم بيا، بيخاف عليا وبيفهمني من غير ضغط. بعد سنين من الصبر حسيت إن ربنا عوضني، مش براجل بس، براجل حقيقي، في حنان وسند وتقدير. عرفت إن التضحية اللي بتطلع من قلب صادق ربنا عمره ما بينساها. أنا بهية اللي ضحت ربنا عوضها بحب وبأمان وبحياة فيها راحة ورضا.